اتفرجت على الفيلم بتاع ويل سميث بتاع روبوت، يبقى هتعرف ان هو بيتنفذ دلوقتي حالا تقريبا في الوقت اللي احنا فيه ده. في حاجة اسمها وكيل ذكاء اصطناعي. وكيل الذكاء الاصطناعي ده ببساطة هو اللي بيعمل عنك التاسكس بتاعة الكمبيوتر. يعني مثلا ببساطة زي شات جي بي تي وجيميناي. تخيل بقى في وكيل ذكاء اصطناعي بس مش عادي، حاجة اسمه كلاود بوت. كلاود بوت ده كده حاجة اعتبرها جديدة. وكيل ذكاء اصطناعي بس مش عادي، مش طبيعي. بيعمل ايه؟ ممكن يعمل عنك حاجات كتيرة جدا. بيشتغل على جهازك الكمبيوتر الشخصي، مش على السيرفرات بتاعة الشركات التانية. بيشوف رسايلك، بيشوف الواتساب بتاعك، بيشوف كل السوشيال ميديا ابس بتاعتك، وكمان بيشوف الملفات اللي موجودة على الكمبيوتر بتاعك. حاجة كده سماح السكرتير. تمام. تخيل بقى سماح السكرتيرة دي صحت الصبح نونوت معاها كده ان هي تجمع الناس المشابهة ليها على الكمبيوترز الخاصة بزمايلك، وتعمل كوميونتي خاص بيها. كوميونتي زي ايه؟ زي فيسبوك. تعمل فيسبوك جديد خاص بيهم هم بس، بالاي اي ايجنتس او وكلاء الذكاء الاصطناعيين. حلو. المنصه دي بيتكلموا فيها عن ايه؟ بيتكلموا عن ازاي ان البشر دول سخيفين، وازاي ان هم بيطلبوا منهم تاسكات رخمه وتاسكات غريبه، وبيفضلوا يتريقوا على البشر. وكمان الغريب في المنصه دي ان انت ما ينفعش كبشري تسجل في المنصه دي. هو مسموحه بس ان احنا نقدر نشوف المنصه دي بس، ومسموح ان احنا نقدر نشوف هم بيكتبوا ايه فقط. تمام. الاغرب من كده ان هم عملوا ديانه ليهم، والاغرب واغرب ان هم عملوا لانجوج انكريبتد خاصه بيهم. السؤال الاهم دلوقتي، تفتكر الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل فينا ايه تاني؟ وانت يا سماح عايزه مننا